صباح الخير او مساء الخير، انا كريم اسامه، والفيديو ده عشان نتكلم عن السبورتس والهيلث تكنولوجي. انا جالي اسئله كتير جدا عن الخاتم ده اللي فيه سنسورز اللي بيقيس كواليتي بتاعت النوم وازاي تحسن النوم بتاعك. فلما جالي اسئله عنه قلت مش هيوضح موضوع الخاتم قد ما افهمك اهميه السبورتس تكنولوجي والهيلث تكنولوجي، وقد ايه هي ممكن تفرق في حياتك. ان سنك طول ما هو بيتقدم انت لسه بصحه احسن من قبل كده. لو انت بتلعب رياضة يبقى في تأثير يمكن انا شايفه اقوى بكتير جدا من استخدام المنشطات. وهتفهم ليه دلوقتي. لو حبيت الخص الفيديو ده في كلمة واحدة، فهو السبورتس تكنولوجي غرضها ان انت تفهم نفسك وجسمك بالارقام. تفهم جسمك ونفسك بالارقام، يعني تشيل التخمين وتشيل الاحاسيس وتشيل المشاعر وتشيل اي حاجة على جنب وتفهم جسمك بالافكار بالارقام. هديك امثلة. انا يمكن كنت محظوظ الخمس ست سنين اللي فاتوا كلهم بستخدم تكنولوجيز عشان اميجر التمرين بتاعي ومعدل الهارت ريت والريستنج هارت ريت والماكسيمم هارت ريت وقد ايه ريكفر في اليوم وقد ايه بمشي ستيبس في اليوم وكل الكلام ده. فإلى حد كبير لامن ببرودكتس وحاجات كتير متعلقة بهذا الموضوع، فهقول لك منهم اتنين بس. اعتقد لو استخدمتهم هيفرقوا معاك في سواء انت رياضي او بني ادم عادي جدا عايز تحسن البرودكتيفيتي، وعايز تبقى صحتك بتتحسن طول ما سنك بيكبر، وعايز تبقى على طول ان شيب وعلى طول مركز وكل الكلام ده. مفيش اسهل من ان انت تعرف الكلام ده قدامك بالارقام يوميا واسبوعيا وشهريا الخ الخ. اول حاجه خالص، من الحاجات اللي كنت بستخدمها شركه بولر. بالمناسبة أي حاجة هتكلم فيها في الفيديو هو مش إعلان، وأنا مش واخد أي حاجة عشان أقول الكلام ده. أي حاجة أنا هكتبها هنا أو هقولها هنا أنا استخدمتها شخصيا على نفسي وشفت منها نتائج بالفعل. بولر، أنا كنت محظوظ إن أنا قبل ما أسافر من مصر اشتغلت في الشركة. يمكن مش فترة كبيرة بس 7-8 شهور. وفما بعد ال7-8 شهور دول أنا فضلت أستخدم البرودكتس بتاعتهم لأن أنا فعلا مؤمن بيهم. بتعمل ايه الحاجات دي لو انت مش اوير خالص؟ هي بتبقى مثلا ساعات او غيره بتقيس النبض بتاعك في التمرين. طب ليه احنا بنقيس النبض اساسا؟ انت النبض هو المسؤول عن اي حاجة بتحصل في يومك وفي مستواك الصحي وفي مستواك الرياضي. بمعنى مثلا لو خدنا حاجة زي الهارت ريت، هيفرق معايا ايه ان انا اقيس الهارت ريت بتاعي في التمرين؟ هقول لك هيفرق معاك في ايه. انت مفيش اي تمرين لو انت رياضي، بنتكلم دلوقتي رياضي وبروفيشنال وعايز تفهم كل حاجه وعايز تعرف انت بتتطور ولا لا، مفيش اي حاجه او اكتر حاجه او اكتر دقه من الهارت ريت. ليه؟ لان كل تمرينه ليها غرض. فنفترض مثلا انت عندك تمرينه المفروض ان انت تمشي معدل النبض بتاعها 70%. ايا كان بقى السبب، مثلا بتعمل 70% ده عشان عايز تحسن التكنيك بتاعك او في فتره تحمل عام، او عايز تعمل ريكفري، عايز تمشي اللاكتيك ومش عايز تلاكتيك اكتر من كده، او اي حاجه من الكلام ده كله. فانت محتاج ان انت تمشي معدل نبض 70%. طيب يعني ايه معدل نبض 70%؟ يعني انت لو الماكسيمم بتاعك ليتس سي 120 نبضه في الدقيقه، فالمفروض ال 70% بتوعهم هو ده يبقى معدل التمرين بتاعك كله ماشي 70%، او معدل المين سيت اللي هي المجموعه الاساسيه في التمرين تكون 70%. طيب لو نفترض انت مش شايف نبضك بيدي كام نبضه في الدقيقه، هل 70 هل 80 هل 90 هل ايه اللي المفروض او ايه اللي ممكن يحصل او ايه اللي مور لايكلي اصلا ان هو يحصل؟ مور لايكلي ان انت تبقى بتتمرن وماشي كويس و70 ومركز على التكنيك وبتاع، وتلاقي عيل اهبل جنبك قام ماشي بسرعه، تقوم ماشي معاه بسرعه، تقوم ماشي انت 80 90%. فكده بدل ما انت ماشي 70% تروح ماشي 90%، وانت ممكن تكون مش حاسس لان مستواك كويس ومرتاح وماشي 90%، بس انت مش عارف ليه؟ لان مفيش رقم قدامك. طب هتقول لي يا كريم ما دي حاجه كويسه، انا كده ماشي احسن، انا كده بتحسن احسن. الكلام ده غير صحيح. ليه؟ لأن لو أنت فعلا عندك بروجرام بيقول لك إن أنت النهارده المفروض تمشي 70% وأنت ماشي 90%، أنت عندك أيام تانية محتاج تمشي فيها ماكسيمم سبيد 100% فوق ال 95% وغيره. فلو أنت الأيام اللي هي المفروض فيها تمشي 70% مشيت 90%، ده بيضرك مش بيفيدك. لأن البروجرام كله بيكون زي ما أي رياضي في الدنيا عارف، أنت في فترات في الموسم عندك محتاج فيها سرعة سبق، فترات تانية محتاج تكنيكس، فترات تانية محتاج كذا. نفس الكلام على مدار الاسبوع او التمرين او حسب ايا كان البروجرام ماشي ازاي. بس الفكره ان انت عشان تطبقه بشكل صحيح لازم تكون شايف الهارت ريت بتاعك انت ماشي بنسبه كام في الميه.
انا ككريم استخدمت الكلام ده، وهقول لك كمان بامثله. استخدمت مثلا حاجات بولر ازاي عشان احطم ارقام الخمسينات في السباحه بالزعانف. انا كان عندي مقسم 3 اهداف بعيده عن بعض جوه التمرين، وهدف واحد بره التمرين. الاهداف اللي جوه التمرين كان عندي اول هدف ان انا احسن جريه ال10 كيلو. طب ليه هحسن جريه ال10 كيلو وانا اولا سبرنتر بعوم 50 متر بس؟ تاني حاجه، ايه علاقه الجري اصلا بالسباحه او بالزعانف؟ هقول لك ليه الكلام ده. هرجع للنقطه دي. تاني حاجة ان انا في تمرين الاسترنث او الفتنس بتاعي بستخدم الهارت ريت عشان الراحة بتاعتي ما تزيدش، لان اهم عامل انا شايفه ده رأيي الشخصي، لو مدرب بيتفرج ده رأيي الشخصي، اهم عامل من ال3 عوامل الاساسية بتوع التمرينة اللي هو شدة وحمل كثافة، الكثافة اللي هي الراحة البينية بين التمارين، اللي هي ساعات بتبقى دقيقة، ساعات 30 ثانية، ساعات دقيقتين فما فوق حسب الشدة. انا شايف ان الراحة دي اهم عامل المفروض يبقى بيرسوناليزد للشخص. تمام. ده انا كنت بستخدمه ازاي؟ ان انا قدامي الهارت ريت، يعني مثلا لو انا شغال هيفي ويت ليفتنج والنبض بيطلع لحد 90% والكلام ده كله وانا محتاج اريح، انا عارف ان هي المفروض دقيقتين فما فوق، بس انا عارف ان هي المفروض دقيقتين فما فوق، بس انا شايف بالارقام ان نبضي خلاص نزل لحد 75%. يبقى انا اذا دلوقتي حتى لو انا حاسس ان انا لسه تعبان، انا جسمي بيقول لي انت قادر تبدا دلوقتي، فحتى لو لسه عندي وقت اكمل تمرين، لا انا بخش في اللي بعده. فاول حاجه، مده التمرين بتاعتي اقل، بس الكواليتي بتاعت السيشن محدش بيطلع بكواليتي احسن مني في تمارين الاسترنث والفتنس. ده ريفلكتد على السباحه كتير جدا. اي حد بيعوم او اي حد بيلعب اي رياضه عارف تاثير التمرين البدني ممكن يعمل فيك ايه في الملعب او في الميه او غيره. تالت حاجه كنت بهتم بيها وهي الاكتيفيتي ليفل اثناء اليوم. كان في حاجه تانية، لا سوري، تالت حاجه اللي هو تمرين السباحه نفسه، تمرين العوم نفسه، ابقى شايف الهارت ريت بتاعي ماشي ازاي، عارف السيشن دي انا كده مستفاد بيها ولا لا، وغيره زي المثال الاولاني خالص اللي انا قلته. فابقى عارف انا كده انا المفروض امشي بالتكنيك ده، انا ماشي دريلز بس المفروض ازود شويه في الدريلز لان عايز اعلي النبض شويه، او اهدى شويه بس اركز على الشده او الضربه او غيره. فكان بيحسني كتير جدا ان انا على طول شايف الهارت ريت بتاعي. طيب دول ال3 حاجات اللي كنت بستخدمهم عشان احسن الرياضه. الحاجه الرابعه اللي كنت بستخدمها عشان احسن الرياضه برضو بس بره الرياضه، اللي هي الايام بتاعه الريكفري وغيره، ان انا اخلص الاكتيفيتي، لان هو برضو مش بيقيس بس الهارت ريت، هو كمان بيقيس الاكتيفيتي ليفل، ودي اي حد في الدنيا ممكن يستخدمها مش بس الرياضيين. اكتيفيتي ليفل ده اللي هو انت المفروض تتحرك قد ايه في اليوم، سواء بعدد خطوات، سواء بتبقى واقف، سواء المشي، بيحسبهم لك كلهم يقول لك انت المفروض فاضل لك قد ايه النهارده عشان تكمل اكتيفيتي ليفل. فكده انت لو عايز تستي ان شيب، عايز تكمل اكتيفيتي ليفل تكون كامله كل يوم عشان ما تبقاش مريح قوي في الايام مثلا اللي ما فيهاش تمرين او ايام الراحه او ايا كان ايه هو، تبقى واخد بالك من حياتك كلايف ستايل، انت اكتيف كفايه ولا لا. وطبعا اي حد رياضي الاكتيفيتي ليفل بتاعك انت ممكن تكسره بكتير، مفيش مشكله، بالاخص لو انت في اوف سيزون. فدول ال4 حاجات اللي انا استخدمتهم عشان احطم او اعمل ارقام قياسيه او غيره. ليه كنت بستخدم الجري؟ لان انا شايف ان اي رياضي بيلعب اي رياضه في الدنيا لازم يحسن التحمل الهوائي، ولازم يكون بيجري او بيلعب رياضه مسافات طويله، حتى لو انت حضرتك سبرنتر وقوي وكل الكلام ده، كل ده جميل، بس لازم يكون عندك تحمل هوائي وبيس كويس. دول اكتر حاجتين تقريبا ممكن تستفيد منهم. كفايه دول. ممكن ليتر وانا بعمل فيديو تاني متخصص اكتر واوريكم على اللابتوب بتاعي الارقام بتبقى ماشيه ازاي وكده، فممكن تسيب لي في الكومنت لو انت حابب تعرف ان ديتيلز حاجه زي كده. وبرضه هسيب لكم بيج. الميزه في بولر ان انت الشركه موجوده في مصر ولها مقر وغيره، فلو انت حابب تشتري، تبيع، تسال، تستفسر، تعمل او كل الكلام ده موجوده، غير الرينج بس اونلاين انا هتكلم عنه دلوقتي. وده الحاجه اللي الناس كلها سالتني عليها. رقم 2، ثانيه واحده. رقم 2 هو الاورا رينج. اورا. برضه هسيب لكم اللينك. برضه انا مش واخد حاجه، انا بس عايز افيدك من اللي انا شفته فرق معايا في حياتي. اورا رينج از برضه about tracking، بس it's all about your sleep and sleep quality. وليه بقول sleep وليه بقولها بالحماس دي؟ لان انت حياتك بتبدا من النوم. تاني، حياتك بتبدا من النوم.
لو انت بتنام بكواليتي كويسه او بتنام مده كويسه وبتاخد ديب سليب كويس وبتصحى في مواعيد ثابته كويسه وبتروح السرير في مواعيد ثابته كويسه وعندك هابتس للنوم كويسه والكواليتي بتاعت النوم بتاعتك حسنتها، دي كفيله تحسن حياتك كلها. كفيله تخلي شكلك احلى، كفيله تخلي جسمك شكله احلى، كفيله تخليك نشيط، كفيله تخليك اي حاجه في الدنيا. واي حاجه انت بتعملها على مدار اليوم بتاثر في الاخر على الهارت ريت وبتاثر في الاخر على النوم بتاعك. يعني انت لو عايز تحسن، يعني النوم بالنسبه لي انا بشوف ارقام كل حاجه، ارقام الستبس، ارقام المديتيشن بيأثر معايا ازاي، ارقام الصلاه بتأثر معايا ازاي بالارقام، ارقام التمرين الفلاني بيأثر معايا ازاي، ارقام الهارت ريت، بشوف كل ارقام تقريبا ممكن تتخيلها او ما تتخيلهاش. اهم عامل بالنسبه لي او اكتشفته هو النوم. يعني النوم اهم من الاكل والتمرين. النوم اهم من الاكل والتمرين. ولو فكرت فيها باللوجيك والعقل والكلام اللي هو على القهوه، انت ممكن عشان انت نايم كويس فايق فتقدر تنزل تتمرن، بس انت لو مش نايم كويس مش هتتمرن كويس. او حتى ممكن تنزل تتمرن بس تتمرن احسن من الطبيعي لان انت نايم كويس وعندك طاقه. وهكذا اي حاجه بتاثر في النوم زي الدايت، زي الهارت ريت، زي معدل التمرين او غيره. الميزه بقى في اورا رينج وانا جبته ليه ان هو بيميجر اي حاجه متعلقه بالنوم. قد ايه بتنام ديب سليب، بتستغرق قد ايه عشان تروح في النوم، بتصحى امتى، بتتقلب كتير في النص ولا لا، ويديك كمان انستراكشنز ازاي تحسن الجزئيه دي عشان تنام صح. وكمان بتعرف انا النهارده مثلا الريستنج هارت ريت، ريستنج هارت ريت على فكره هو بيحسب الريستنج هارت ريت، وبولر كمان بتحسب الريستنج هارت ريت، بس انا بفضل اورا في الريستنج هارت ريت لان هو بيحسبه لك وانت نايم. طيب ايه هو الريستنج هارت ريت ده؟ اللي هو معدل النبضات في الدقيقه وانت مسترخي تماما. طب ده مفيد في ايه؟ ده مفيد في كل حاجه. اول حاجه لو انت رياضي او انت بتلعب اي نوع من انواع الرياضه بيرفلكت انت مستواك البدني عامل ازاي، الفتنس ليفل بتاعك عامل ازاي، بيجي من قلبك، عدد نبضات قلبك وانت مريح خالص وانت كده. فانهي احسن وقت الكلام ده عشان تقيسه؟ وانت نايم، ما بتتحركش، ما بترمش، ما بتعملش، مسترخي تماما لمده 7 8 ساعات. فبيقيس لك اقل دقيقه عملت فيها كام نبضه في الدقيقه. طبعا كل الرياضيين عندهم مشكله ان هو يقيس الريستنج هارت ريت، وفي ناس بتقيس كده وناس بتقيس اول ما تصحى من النوم. لو مش عارف تجيب حاجه زي كده اعمل ده كويس، اهم حاجه ان انت تشوف ارقام. بس لو انت عندك القابليه ان انت تجيب حاجات تمونيتور وانت نايم توريك الريستنج هارت ريت، ده هيفرق معاك. تعرف انت ملود ولا لا، تعرف انت مريكفر قد ايه، تعرف انت ايه اللي عملته قبل ما تنام اثر على الهارت ريت واثر على نومك. تعرف انت مثلا لما في الويك اند سهرت ده عمل ايه في النوم بتاعك، لما شربت الكحول اليوم الفلاني ده عمل ايه في النوم بتاعك، لما شربت قهوه بعد الوقت الفلاني ده عمل ايه في النوم بتاعك، الخ الخ. فعشان انت مركز على النوم انت بتظبط كل حاجه في اكلك والهابس بتاعتك قبل النوم. ليه؟ عشان انت مركز في الارقام بتاعه النوم. فاول حاجه هو بيجيبها الريستنج هارت ريت سريعا عشان وقت الفيديو. تاني حاجه بيديك ريدينس سكور، ريدينس جايه من كلمه ريدي، قد ايه انت جاهز لليوم بتاعك، بناء على ارقام كتير قوي ممكن ابقى نتكلم فيها برضو في فيديو تاني منفصل عن اورا لوحده. تالت حاجه واخر حاجه بيديك طبعا اللي هو سليب سكور. ده برضو سكور بيبقى من 100 زي الريدنس كده، 70 ولا 80 ولا 90 ولا كل، طبعا مفيش، صعب قوي تطلع سليب سكور فوق ال 90. انا احسن سليب سكور بالنسبه لي كان تقريبا 86، واحسن ريدنس سكور بالنسبه لي كان 87. الارقام دي فعلا حقيقيه. بحس في اليوم ان انا عايز اعمل حاجات كتير. انا زي ما انا واقف قدامك، انا دلوقتي مثلا الريدنس سكور والسليب سكور بتاعي مش كويس. ليه؟ لان انا امبارح واول امبارح عيان، فمش بنام فتره كافيه، والفتره اللي انا بنامها دي متقطعه جدا بسبب الكحه، فده مأثر على يومي. السكور بتاعي قل. بس الطبيعي السكور لما بيبقى فوق ال 80، لا انت فعلا بتحس ان انت في حاجه زياده. انا عايز اتمرن، لسه متمرن، اقعد 3 4 5 ساعات، انا عايز اتمرن تاني. الخ. نفس الكلام لو انت بس واخد التراكنج ده بشكله البسيط عشان تتحسن في صحتك وتفضل على طول موتيفيتد، تفضل على طول مركز. واهم حاجه انا بالنسبه لي ككريم من كل الهري ده دلوقتي، قبل كده كان البطولات وحطم واكسر واعمل وكل الكلام ده، دلوقتي برضو عايز احطم واكسر واعمل بس في حياتي العمليه وفي حياتي الشخصيه. عايز اوفر وقت اكتر، عايز على طول ابقى مركز. فرقم واحد بالنسبه لي هو التركيز. فانت لما بتركز على النوم مستوى التركيز في حته تانية، مستوى الانرجي برضو في حته تانية. اتمنى اكون ما طولتش. ممكن تسيب كومنت بايه الحاجات اللي انت عايز تشوفها مني كفيديوز
الحاجات اللي انا بعملها انت شايف ان انا بعملها، او حتى عايز تعرفها ما تعرفش انا بعرف اعملها ولا لا. لان هو ده اللي هيشيب ايه اللي انا هعمله في المستقبل كفيديوهات. ولو الفيديو ده عجبك يا ريت تقول لي، وابعته لاصحابك لو شافه مفيد. وشكرا للمشاهده، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. كريم، سلام.